ما هو مركز الأمن السيبراني الذي تم افتتاحه حديثا في العراق؟ الداخلية العراقية تفتتح أول مركز للأمن السيبراني في بغداد. المركز الجديد سوف يقوم بالعديد من المهام منها، وأهمها حماية الفضاء السيبراني أو الإلكتروني العراقي، ويقوم برصد وتحليل أي مخاطر محتملة سواء فيروسات أو عمليات النصب والاحتيال أو الجرائم الإلكترونية بشكل عام. وأيضا سيقوم بإعداد السياسات الأمنية لتوفير أنظمة إلكترونية آمنة للدولة يصعب اختراقها، ويضمن حماية الحسابات الحكومية في مواقع التواصل. وسوف يتم تأسيس شعب للأمن السيبراني في جميع المحافظات. العراق واحدا من البلدان التي ترتفع فيها نسبة الجريمة الإلكترونية، حيث سجلت الداخلية عام 2024 نحو 600 حالة ابتزاز إلكتروني، كما سجلت مئات الجرائم الإلكترونية، وتحول الأمر إلى مشكلة تهدد أمن المجتمع. هذا المركز يمثل الحجر الأساس لتعزيز الأمن التكنولوجي في العراق، فالدول لم تعد تعتمد على الجيوش فقط لحمايتها، والأعداء قد يتسللون ويدمرون كل شيء دون أن يراهم أحد.